أهلا بكل أحبابي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة ومع درس جديد من دروس الهندسة الترم الأول بعنوان نتائج على التوازي، وعلى فكرة ده الدرس الثاني على درس التوازي. ويلا بينا نبدأ درسنا مع بعض. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعرف ونتعلم إزاي نعرف إن المستقيمين متوازيين. يبقى هنتعرف على أول حاجة إيه؟ شروط توازي مستقيمين. طب هيعرفهم إزاي؟ لما يكون عندي مستقيمين وقطعهم مستقيم يتوازى المستقيمان إذا قطعهما مستقيم ثالث ونتج إحدى الحالات الثلاثة، وحدث إحدى الحالات الثلاثة. يبقى أنا عندي كده مستقيمين زي ما إحنا شايفين قدامنا، هنرسمهم أهون، ونرسم المستقيم الثالث اللي هيقطعهم زي ما إحنا شايفين، ولازم يحصل إحدى الحالات الثلاثة اللي إحنا هنشوفهم مع بعض دلوقتي. لو حصل في منهم أي واحدة يبقى إذا المستقيمين دولت أعرف منهم على طول المستقيمين متوازيين. طب نتخيل إيه اللي ممكن يحصل، أو إيه الحالات اللي عندنا اللي ممكن نستنتجها. إحنا درسناها الدرس اللي فات بس بالعكس، لما كان عندي المستقيمين متوازيين وبيقطعهم مستقيم ثالث نتج عندي ثلاث أنواع من الزوايا: زاويتين، زوايا متناظرة وزوايا متبادلة وزوايا داخلة، وعرفنا حالات كل واحد فيهم. أعتقد يبقى الثلاث حالات هم توفر شرط من الشروط دول، إن يكون عندي زاويتين متناظرتين. أيوه، يبقى رقم واحد ان يكون عندي زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس. في الحاله دي اقدر اقول على المستقيمين دول متوازيين، زي الزاويه والزاويه زي الزاويه دي والزاويه دي اهو. الزاويه دي مناظره للزاويه دي، متساويتين في القياس، وده علامه التساوي اهي نجمه ونجمه. يبقى اذا المستقيمين دولت متوازيين. يبقى ده اول شرط اعرف بيه ان المستقيمين متوازيين. الشرط التاني اعتقد خلاص احنا فاهمين دلوقتي. ايوه، ان يكون عندي زاويتين متبادلتين متساويتان في القياس. لو انا عندي زاويتين متبادلتين متساويتان في القياس اذا المستقيمين متوازيين، زي الزاويه لين، زي الزاويه دي والزاويه دي اهو، زي الزاويه دي والزاويه دي، وده علامه التساوي، الاتنين شبه بعض. خلاص، يبقى في الحاله دي انا اقدر اقول على المستقيمين متوازيين. طب الحاله الثالثه، خلاص احنا بقينا فاهمين. يبقى الحاله الثالثه ان انا يكون عندي زاويتين داخلتين متكاملتين مجموعهم بيساوي كام؟ 180. يكون عندي زاويتين داخلتين في جهه واحده متكاملتين، زي زي الزاويه دي والزاويه دي اهو. ادي الزاويه دي والزاويه دي متداخلتين في نفس الجهه، ودولت بيبقوا متكاملتين ومجموعهم بيساوي كام؟ 180 درجه. اتفقنا؟ يبقى دي الحالات الثلاثة أو الشروط الثلاثة، لو اتوفر منهم أي شرط أقدر أقول إن المستقيمين دول متوازيين. بينا نطبق إزاي نثبت إن أنا عندي مستقيمين متوازيين، ونتعرف مع بعض ونتعلم إزاي نعمل الحاجة دي. بيقول لي في الشكل المقابل، الشكل اللي قدامنا ده اداني بعض المعطيات، اللي هو قال لي ألف واو، الشعاع ألف واو، أدي ألف واو يوازي ب ج، وأدي علامة التوازي اللي هما المثلثين اللي احنا شايفينهم قدامنا دول. وقال لي إن قياس زاوية أ بتساوي 110، وقال لي إن قياس زاوية ج بتساوي 70 درجة زي ما احنا شايفين. اثبت إن ج د، الشعاع ج د يوازي القطعة المستقيمة أ ب. واداني هو هنا خطوات وعايزني أكمل من فهمي أنا. طب يلا. بيقول لي بما أن قياس الزاوية أ والزاوية ب داخلتان، يبقى أنا عندي أ وب داخلتان، وأنا طبعا لأن أنا عندي هنا دول متوازيين، يبقى إذا دولت متداخلتان وإيه كمان ومتكاملتان أهو، ومتكاملتان. يبقى إذا قياس زاوية ب ده هتساوي كام؟ يبقى إذا قياس زاوية ب هتساوي كام؟ هتساوي 180 ناقص كام؟ 110. يبقى هتساوي 180 ناقص 110 تساوي كام؟ تساوي 70 درجة. يبقى أنا كده قدرت أثبت إن الزاوية دي اللي هي زاوية ب طلعتها بتساوي كام؟ 70 درجة. طيب تمام. رجع بعد كده قال لي بما أن قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية طبعا بتساوي قياس زاوية ج، دي 70 ودي 70. تمام؟ يبقى بتساوي قياس زاوية ج، أكتب كده تساوي قياس زاوية ج.
بتساوي كام؟ بتساوي 70 درجة اهو. تمام. طيب تمام. وهما ايه بقى الزاويتين دول؟ ايه احنا شايفينهم عاملين حرف ايه؟ زد زي ما احنا شايفين اهو. اهو نعلم عليه كده اهو، ده باللون الفسفوري اهو. اه اه عامله حرف الزد بتاعنا اهو كمان. يبقى اذا دول متساويتين ومتبادلتين، وهما ايه؟ متبادلتان اهو. يبقى طبعا انا كده طلعت احدى الحالات او احدى الشروط اللي اقدر اقول فيها ان انا عندي مستقيمين ايه؟ متوازيين، ان انا عندي زاويتين داخلتين متساويتين في القياس. يبقى اذا ج د، الشعاع ج د يوازي القطعة المستقيمة أ ب. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ طيب ناخد مثال كمان. ناخد مثال كمان. في الشكل اللي قدامنا ده بيقول لنا ان قياس زاوية أ اللي هي دي بتساوي 105، وقياس زاوية ه ج واو، ه ج واو بتساوي 75 درجة. عايزنا نثبت ان الشعاع أ ب يوازي المستقيم ج د. تمام؟ طيب تمام. ومديني هو الخطوات دي وعايزني ايه؟ اعمل لها اكمل. قال لي قياس زاوية أ ج د، يبقى ده أ ج د تساوي قياس زاوية ه ج واو، ه ج واو. يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بإيه؟ نفتكر مع بعض يلا. لا هما متناظرتين ولا هما متبادلتين، يبقى هما ايه؟ متساويين. ليه؟ بالتقابل بالرأس، ما ننساش بالايه؟ بالتقابل بالرأس. يبقى الزاوية دي هتساوي الزاوية دي هتساوي 75 درجة بالايه؟ بالتقابل بالرأس. واقدر اكتب هنا واقول ان الزاويه دي بتساوي كام؟ 75 درجه برضه اهو. يبقى انا كده طلعت الزاويه دي بتساوي 75 درجه. طيب اذا قياس زاويه أ اللي هي دي 105 زائد قياس زاويه أ ج د، أ ج د اللي هي الزاويه دي هتساوي كام؟ 105 زائد 75. يلا ونجمعهم مع بعض. 105 زائد 75 تساوي كام؟ تساوي 180 درجة. يبقى كده انا اثبتت ان الزاويتين دولت ايه؟ متكاملتين، مجموعهم بيساوي 180. وهم زاويتين ايه بقى؟ داخلتان. وهم زاويتين داخلتان. لما يكون عندي زاويتين داخلتين ومجموعهم بيساوي 180 يعني متكاملتين، يبقى اذا المستقيمين دول ايه؟ متوازيين. يبقى اذا هم ايه؟ متوازيين. ودي احدى حالات او شروط توازي المستقيمين. يبقى اقدر اقول وبكل ثقة اذا الشعاع أ ب ده يوازي المستقيم ج د ده. تمام. الموضوع سهل جدا وبسيط. وكمان احنا هناخد، ما تقلقوش، مع بعض ان شاء الله هناخد تمارين على التوازي كاملا، درس لوحده حل تمارين على درس التوازي، تمارين الكتاب المدرسي ان شاء الله، وهنفهم اكتر واكتر. ويلا بينا ناخد حاجة جديدة. اتمنى ليكم يا رب دايما كل التوفيق والنجاح، وانكم تبقوا متفوقين ومن الاوائل. ومتنسوش دلوقتي انكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نكمل درسنا. هناخد مع بعض دلوقتي نتائج مهمة جدا جدا جدا، وبتيجي اسئلة كتير جدا في الامتحان. وهم 3 نتائج هناخدهم على ايه؟ التوازي. اول نتيجة معانا مهمة، بتقول لو انا عندي المستقيم العمودي ماشي على احد مستقيمين متوازيين فانه بيكون عمودي على الاخر. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عندي مستقيمين متوازيين زي ما احنا شايفينهم اهم، تمام، المستقيم أ ب والمستقيم د ج، خلاص. وعندي اهو المستقيم، في مستقيم اللي هو ج ه عمودي على المستقيم أ ب زي ما احنا شايفين كده. يبقى اذا هو برضك عمودي على المستقيم التاني، عمود على المستقيم ده. يبقى الكلام بيقول ايه؟ لو انا عندي مستقيمين متوازيين وعندي مستقيم تالت جه وهو بقى اصبح عمودي على احد المستقيمين المتوازيين دولت، يكون عمودي على الاخر. يكون عمودي على الايه؟ على الاخر. تمام. طيب تمام. يبقى تعالوا نقراها كده. المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين في المستوى يكون عموديا على الاخر. دايما هتلاقي السؤال ده جاي لك يا اما صح وغلط يا اما اكمل، يا اما صح وغلط يا اما اكمل.
طيب اللي بعد كده او النتيجة اللي بعد كده بتقول ايه؟ بتقول اذا كان كل من مستقيمين عمودي على ثالث. لو انا عندي في المستوى كان المستقيمين متوازيين، لو انا عندي مستقيمين هما والمستقيمين دولت عمودي على مستقيم تالت، عمودي على ايه؟ على مستقيم تالت، يبقى اذا المستقيمين دول ايه؟ متوازيين. ونحفظ الخاصية دي والنتيجة دي جدا جدا، ودايما السؤال ده بيجي يقول لك ايه؟ اذا كان كل من مستقيمين عمودين على ثالث في المستوى كان المستقيمين ايه؟ اقول له متوازيين. يا يقول لي اكمل يا يقول لي صح. تمام. طيب نشوف النتيجة اللي بعد كده. النتيجة الهامة التانية اللي معانا دلوقتي بتقول إذا وازى مستقيما ثالثا، يعني أنا لو عندي مستقيمين أهم ووازي مستقيم ثالث كان هذان المستقيمان متوازيان. يعني لو أنا عندي المستقيمين دولت، المستقيم ده بيوازي المستقيم دول، المستقيم ده ووازه واحد تالت، يبقى كل من هذا المستقيمين متوازيان. يعني ده يوازي ده وده يوازي ده وده يوازي ده، يعني الثلاث مستقيمات متوازيين. ثلاث مستقيمات ايه؟ متوازيين. النتيجة الثالثة والأهم في درسنا النهاردة بتقول ايه؟ بتقول إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية وكانت أجزاء القطع المحصورة بين هذه المستقيمات المتوازية متساوية في الطول، فإن الأجزاء المحصورة بينها لأي قاطع آخر تكون متساوية في الطول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي هنا المستقيم ده أهو، قطع المستقيمات اللي هي عدة المستقيمات اللي عندي المتوازية اللي هي لام واحد ولام اتنين ولام تلاتة ولام أربعة، يعني عندي المستقيم اللي هو لام واحد ده قطعها. وهنا قال لي المسافات دي متساوية. أدي المسافة دي أ ب يساوي ب ج يساوي ج د، المسافات دي متساوية. يبقى إذا إيه أستنتج على طول؟ لو أنا عندي مستقيم آخر قطع المستقيمات المتوازية دي، إذا المسافات البينية بينها تكون إيه؟ متساوية. يعني دي، يعني ده أهو ه واو أهو يساوي واو زين يساوي زين ح أهو. تمام؟ يبقى أقدر أقول إيه؟ إن ه واو تساوي واو زين تساوي واو ح. سهل الكلام ده؟ يلا ناخد تطبيقات على الكلام ده عشان نفهمه أكتر. بيقول لي في الشكل المقابل اللي قدامنا ده عندي المستقيم أ واو، المستقيم أ واو ده يوازي د س يوازي ده يوازي ه ص يوازي ب ج. وادي علامة التوازي. ادي السهم اللي هنا ده والسهم اللي هنا والسهم اللي هنا والسهم اللي هنا، دول علامات التوازي. علامات ايه؟ التوازي. وجه قال لي كمان ايه؟ ان أ س يساوي أ س ده اللي مدينا علامة تساوي يساوي س ص يساوي ص ج اهو. يبقى انا كده عندي مستقيمات متوازية اهيا، وفي مستقيم قطعهم اهو. استفدنا ايه؟ ان المستقيم الاخر المسافات البينية ما بينهم برضه بتكون ايه؟ متساوية. وقال لي ان أ ب اللي هو أ ب طوله كام؟ 12 سم. يعني هو اداني ان الطول ده كله 12 سم. عايز ايه؟ عايز طول ب ه. يبقى هو عايز الطول ده، عايز الطول اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طيب سهل جدا ان احنا نجيبه. طيب هو اول حاجة بيقول لي ايه؟ أ واو اللي هو ده، طبعا بيكتب المعطيات اللي عندي. أ واو يوازي د س يوازي ه ص يوازي ب ج. طيب تمام. وقال لي كمان ان أ س، قال لي ان أ س دي تساوي س ص تساوي ص ج. وكمان بما ان أ س تساوي س ص تساوي ص ج، هنستفاد ايه من الكلام ده؟ هنستفاد ان المسافات دي أ د يساوي د ه يساوي ايه؟ ه ب. يعني استفدنا ايه؟ ان أ د يوازي د ه يوازي ايه؟ يساوي، معلش انا اسف، ان أ د يساوي د ه يساوي ه ب. منين؟ من النتيجة التالتة اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي اهو. يبقى أ د يساوي د ه يساوي ه
ب. طيب تمام، انا عندي دلوقتي طول ا ب، ا ب ده طوله 12 سم، والمسافات دي متساويه، يبقى ال 12 دي تتقسم، واحد عندي كام واحده هنا؟ ادي 1 2 3، 1 2 3، يبقى 12 تتقسم على 3 بالتساوي، يبقى كل واحد ياخد كام؟ ياخد 4. طب نكتبها ازاي؟ يلا، يبقى ب ه اللي هو عايزه هيساوي ايه؟ يساوي تلت، تلت ايه؟ يلا، يبقى ب ه دي هتساوي تلت ايه؟ تلت ا ب، تلت ا ب، يبقى هتساوي كام؟ يبقى تلت ا ب، يبقى هتساوي تلت 12، 12 هتساوي كام؟ تساوي 4. يبقى احنا كده طلعنا طول ايه؟ ب ه. طبعا قلنا المسافات دي كلها ايه؟ متساوية، يبقى كلهم بيساووا كام؟ 4 اهو، 4 سنتي، 4 سنتي، 4 سنتي. نسينا نكتب هنا سنتي، نكتبها تمام كده. الموضوع سهل جدا وبسيط، وانا بعتبر التوازي من الاسئله اللي مضمونه في الامتحان نقدر نقفله، وان شاء الله ما نقص فيه ولا حتى ربع درجه. تمام. تمام. في الشكل المقابل اللي قدامنا ده، عايز يعرف ألف د إلى ألف ب تساوي كام؟ 1/1 ولا 1/2 ولا 1/3 ولا 1/4؟ فين ألف د؟ أنا ألف د أهو. عايز أعرفه بالنسبة لإيه؟ لألف ب، لألف ب. طيب، إحنا نيجي نشوف إيه الشكل بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا أنا عندي 3 مستقيمات، اللي هو واو ألف يوازي د ه يوازي ب ج. وعرفت إزاي إن هم متوازيين؟ أدي الأسهم بتاعت التوازي، أدي السهم ده والسهم ده والسهم ده بيقولوا لي إن هم متوازيين. وجا قال لي ان المستقيم ده اللي قطع المتوازيات الثلاثه عمل ايه؟ المسافه دي اللي بينيه اللي ما بينهم متساويه، ا ه يساوي ه ج. يبقى اذا استنتج ايه على طول؟ استنتج ان ا د يساوي د ب، يساوي ايه؟ د ب، من النتيجه الثالثه اللي احنا طلعناها على التوازي. يبقى اعمل كده علامه التساوي. طيب، انا دلوقتي ا د اللي هو ده بالنسبه لالف ب يبقى ايه؟ اذا كان ده واحد يبقى ألف ب عبارة عن كام؟ 2 أهو، لأن ألف ب عبارة عن إيه؟ ألف د وكمان د ب، يبقى 1 إلى إيه؟ إلى 2، يبقى يساوي 1 إلى 2. طيب تمام، بيقول لي بعد كده بقى في الشكل المقابل اللي قدامنا ده، عندي المستقيم ألف واو يوازي المستقيم، أدي علامة التوازي أهي كلها هي هنا، يوازي المستقيم د س، يوازي المستقيم ه ص، يوازي المستقيم ج ب. طيب تمام، وقال لي إن ألف د دي يساوي د ه يساوي ه ج. طيب تمام، وقال لي ان الف س، الف س دي بتساوي كام؟ 3 سم، يبقى الجزء ده لوحده بيساوي كام؟ 3 سم. وقال لي ان الف د يساوي 2 سم، وقال لي ان الف د دي تساوي 2 سم. اكتب كده عليها اهو، ده 3 سم وده 2 سم، يبقى اذا ده 2 سم كمان لانهم متساويين، وده 2 سم. طيب النتيجه بتاعتنا بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا اذا كان المسافات اللي هنا دي متساويه، يبقى اذا ايه؟ وادام دول متوازيين ودول مستقيم ده قطع ودول متساويين، يبقى اذا ايه؟ المسافه دي برضك متساويه والمسافه دي متساويه والمسافه دي متساويه مع بعضها، يبقى دي 3 سم، يبقى دي 3 سم، يبقى دي 3 ايه؟ سم اهو. يبقى اكتب عليه كده كام؟ 3 سم، 3 سم. طيب، ورجع قال لي ايه؟ قال لي ان محيط المثلث ا ب ج، ا ب ج ماشي، المحيط ده بيساوي كام؟ 23 سم. عايز ايه يا سيدي؟ قال لي انا عايز طول ب ج، يبقى هو عايز طول ده من هنا الى ايه؟ الى هنا. سهل نجيبه؟ طبعا سهل ايه؟ نجيبه. طب ازاي؟ اول حاجه عندي، انا عندي طول الضلع بتاع المثلث اللي هو ا ب بيساوي كام؟ بيساوي 9 سم. جبت منين؟ جمعت الثلاث مسافات دول، 3 زائد 3 زائد 3 يساوي ايه؟ يساوي 9. طيب، وكمان الضلع ألف ج يساوي كام؟ 6 سم. ألف ج يساوي كام؟ 6 سم. جبتها منين؟ 2 زائد 2 زائد 2. تمام؟ طيب هو مديني كمان محيط المثلث، طيب زي الفل، يبقى ناقص عندي ب ج، ما اقدر اجيبه. ايوه، هو محيط المثلث بيساوي ايه عندنا يا اولاد؟
بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. محيط المثلث يساوي مجموع أطوال أضلاعه، يبقى هيساوي إيه؟ هيساوي أ ب زائد أ ج زائد ب ج. أهو يبقى يساوي أ ب زائد أ ج زائد ب ج. نعوض. محيط المثلث بيساوي كام؟ مديهولي هو مديهولي بيساوي 23 سنتي. أهو يبقى 23 تساوي 9 زائد 6 زائد ب ج. جبتها منين؟ أهو أنا عندي الألف ب بيساوي 9 سنتي، والألف ج بيساوي 6 سنتي، والمحيط بيساوي 23 سنتي. بقى عندي مجهول بس إيه؟ ب ج. أقدر أجيبه؟ طبعا أقدر أجيبه بكل سهولة. يبقى ب ج هيساوي كام؟ هيساوي 23 ناقص 15 يساوي 8 سنتي. يساوي كام؟ 8 سنتي. يبقى ب ج يساوي 8 سنتي. يبقى احنا كده طلعنا المطلوب اللي هو عايزه بكل سهولة. وان شاء الله زي ما باكد عليكم دلوقتي، ان شاء الله هناخد تمارين حل الكتاب، تمارين الكتاب، وهنحلها سوا مع بعض في الدرس الجاي، وهنفهم اكتر واكتر مع بعض. ومش فيش درس مش هنفهمه، مفيش درس مش هنطبق عليه بإذن الله. ودلوقتي اقدر اقول لكم الى اللقاء في درس جديد بإذن الله. وما تنسوناش من دعمكم اللايك والشير، وانكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده دعمكم لينا، وده اللي احنا منتظرينه منكم بإذن الله. واشوفكم على خير.